بعد انتهاء الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي والفانتازي كمان، الجولة الثالثة في الفانتازي والراوند رقم 3، جولة تعرف جولة زي الزفت، جولة منيلة ب60 نيلة اصلا. الافريج تقريبا مش عارف 40 باين ولا حاجة، وفي ناس اصلا، في ناس يعني جايبة حاجة 20، في ناس جايبة 17. انا شفت ارقام غريبة، ما ارقام ما تتجابش اصلا لو عندك مثلا 6 لعيبة ما لعبوش، لا يعني ارقام في الجولة دي غريبة. وجولة استغفر الله العظيم زي الزفت، غير طبعا الناس اللي معاها ناس تشيلسي، الناس اللي طبعا معاها لعيبه تشيلسي دي تعظيم سلام. يعني لعيبه تشيلسي، الناس اللي معاها تشيلويل، الناس اللي مكابتنه تشيلويل، والناس اللي معاها ستيرلينج ومكابتناه، والناس اللي معاها جاكسون، فالناس دي في حته تانية بقى مالناش دعوه بيها خالص. غير كده بقى جوله تقرف كلب، وجوله اصلا مش طبيعيه. هتلاقي حد عامل تربل كابتن نونيز، تربل كابتن ستيرلينج، حاجات غريبه. فانت ايه، تهدى كده، تهدى وما تعملش تبديلات ولا تجيب ستيرلينج ولا تبيع صلاح، لان صلاح رسمي كلوب قال لك ان صلاح لسه باقي ومش هيمشي من ليفربول على الاقل لحد ما عقده يستمر. بعد ماتش نيوكاسل لما فازوا فيه، فازوا هم ب10 لعيبه، طلع كلوب وقال ان هو صلاح مش هيمشي وصلاح باقي في ليفربول ومش هيمشي. انا ما كنتش عايز اعمل تبديلات عشان لو صلاح مشي في اخر ايام لحد يوم 31 وصلاح مشي، هتبدا انت لسه الجوله يوم واحد تبدا بقى تعمل تغييرات زي ما انت عايز. ولو كان صلاح مشي كنت يوم واحد تقدر تبيع صلاح بقى، هيفكلك الدنيا جامد وهيوفر جامد وهتقدر توفر في الفلوس جامد. حتى لو اضطريت تعمل ريد كارد مثلا عشان تغير لعيبه، لا، او مثلا انت محتاج لاعبين وعملت سلة ب4 ولا حاجه، كانت هتفرق معاك مشية صلاح. ده فانتازيا، بس بره فانتازيا كانت مشية صلاح الصراحه من ناحيه كذا حاجه وكذا عامل ما كانتش حلوه. انا ما كنتش شايف انها حلوه الصراحه، حتى لو رقم كان خزعبلي وخيالي يعني بالنسبه لصلاح وبالنسبه لليفربول. بس الرسمي كلوب قال لك لا، ان هو اللي صلاح مش هيمشي، وليفربول بعد فوزها قال لك لا خلاص هو مش هيمشي رسميا من ليفربول على الاقل لحد ما عقده ينتهي، بس مش عارفين لحد يوم 31 ايه اللي هيحصل. فانت برضو ما تعملش اي تغييرات في الفانتازي لحد يوم 31 او لحد مثلا يوم واحد، لان لسه في الاي اف ال، لسه في الكاس بتاعهم الاف ال كاب، لسه في ماتشات كاس، تشيلسي هتلعب ماتشات كاس، بيرنلي شيفيلد، الرجاله كلها هتلعب ماتشات كاس. فانت مش عارف ايه اللي هيحصل ومين هتصاب مين هيلعب مين مش هيلعب، مين هيضطر يلعبه، هكذا يعني. فانت ما تعملش اي تغييرات لحد ما تشوف الدنيا ماشيه ازاي. تصبر بكام يوم، انت كده كده في لعيبه هتغلى وفي لعيبه هترخص وفي غير بقى اللي عندهم شو وعندهم الناس اللي مصابه، لازم تلحق تبيع قبل ما الحاجات دي تحصل. وفيرجيل مثلا اللي مش هيلعب الجوله الجايه عشان مطرود برضو. كل اللعيبه بقى اللي انت ضامن هم مش هتلعب على الاقل 3 4 ماتشات جايه، لازم تبيعها دلوقتي قبل ما ترخص. فيرجيل ممكن مثلا على بكره او النهارده بالليل على الساعه 2 ولا 3 مثلا او بعد نص الليل هتلاقيه رخص. فانت لازم بقى تبيع الناس دي كلها وتلحق تبيع. فلسه في فيديو تاني اقول لكم فيه تشكيله انا قايلها للجوله الجايه، تشكيله مناسبه جدا للجوله الجايه وكمان جوله كمان قدام، وايه احسن تبديله تجيبها لشو. كل ده هقول في الفيديو جاي. بس شباب خلص الفيديو بتاعنا النهارده، ما تنساش تعمل اشتراك، انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.